اللي تشوفوه قدامكم شابة تحدد كل الظروف وفتحت لها مصدر رزق من داخل بيتها. مشروعي من داخل بيتي، في هواي عوائل اقدر اشتغل باي وقت، بنفس الوقت انه انا موجوده بداخل بيتي باقي اطفالي، فما اقدر اعوفهم فترات طويله حتى امن عليهم وبنفس الوقت اعيشهم. بما ان الايجارات صارت غاليه فاني ما عندي امكانيه افتح محل، فتحت مشروعي داخل بيتي. انا شغلي العالم تعرفه بالمنطقه، بس اريد افيد العوائل اكثر. بالاضافه الى شغلي هذا وتربيه الاطفال، اني ادرس مسائي حتى يصير عندي شهاده وباكر عقب اولادي يفتخرون بي. شنو تدرسين نور؟ ادرس معهد فنون جميله قسم مسرح. ان شاء الله تاخذين البكالوريوس بي. طبعا باشياء بسيطه نور قدرت تفتح المشروع الخاص بها، اللي هو هاي الميزين وهذا التخم. هذا شنو اسمه؟ مغسله مال مغسله مال شعر. وبدت نور هنا ترتب بالزبونه. انت صار لك ايش قد تجين على نور؟ أكثر من 5 سنوات. شنو رايك بشغلها؟ كل زين. انت بس بالبيت تشتغلين لو مثلا تراسلك زبونه تقول لك تعالي انت لبيتي؟ عندي خدمة منزلية، أنا أطلع لكل مناطق بغداد وأنا أسعاري كلش مناسبة. واكيد نور تعتبر مثال للمراه العراقيه الصبوره والناجحه بنفس الوقت، قدرت تفتح المشروع الخاص بها بابسط الاشياء من داخل بيتها. عاشت ايدك، وان شاء الله نشوفك مفتحه اكبر صالون بيك يا بغداد. عنوانك اللي يريد يجيك وين صاير؟ بالضباط مدخل حي الحسين مقابل بنزخانة حي العامل. او تراسلوها على هذا الرقم وتدز لكم موقع.